هاي جايز، مرحبا بكم في قناتنا توينزي. قبل ما نبلش الفيديو راح أعرف عن حالي على السريع. أنا اسمي سحر، عمري 21 سنة وبدرس آخر سنة جامعة، يعني تخرج في الاي تي، في مجال الاي تي، العلوم الإعلامية. في فيديو اليوم مثل ما قرأتوا في العنوان حقدم لكم. قبل ما أفسر شو بدي أقدم، أنا لست بعالم نفس ولا دكتور لحتى أقول لكم هيك تعمل هيك ما تعمل. أنا فقط شخص بسيط تعرض إلى عدة أشياء ممكن، أو الأغلب إنه جميع الطلاب تتعرضوا لها في حياتهم الدراسية. مشان هيك أنا اليوم إجيت لحتى أقدم لكم شو تعلمت أنا من طبق ذهب. أنا يعني مش لازم أقول لكم هيك تعمل وهيك ما تعمل، لا، أنا فقط راح أقول لكم أشياء أنا جربتها شخصيا. مثل ما بتعرفوا، مثل ما قلت لكم الآن، إنه أنا آخر سنة جامعة، يعني صار لي تقريبا 15 سنة وأنا أدرس يعني. في ال 15 سنة ضمن تعرضت لكثير أشياء، وعشت تقريبا في كل الظروف. كنت من المتميزين ومن المتوسطين العاديين، وكمان كنت شوي من الأواخر. فيعني عشت تقريبا جميع الليفلات، مراحل. مشان هيك اجيت لحتى اقدم لكم شويه نصائح. يمكن انا لو كنت داركتهم قبل شوي كان يكون الوضع احسن شوي. فمشان هيك جيت لحتى اقدم لكم الاشياء هذه. اول شيء، اول نقطه راح نبلش بها موضوع الشهاده، او اهميه الشهاده اللي اخذت مني 10 سنين ل 11 سنه لحتى فهمت شو اهميه الشهاده جد. بظن انه جميع الطلاب اللي كانوا يدرسوا قبل، خاصة في فترة الامتحانات الصعبة، بتسأل حالك سؤال جدا قوي: أنا لشو عم أدرس جد؟ والله العظيم شو بدي بالشهادة؟ وفي كتير ناس نجحوا بدون شهادة، خاصة إنه في عصرنا الآن صح في كتير ناس نجحوا بدون شهادة. فبضل حالك عم تسأل لشو الشهادة لشو الشهادة، ولكن اكتشفت بعد طول مدة إنه يا الشهادة مهمة، مش لشيء، مش للعيلة ولا للشغل، مهمة لإلك أنت نفسانيا. شو يعني؟ أنا بظن إنه جميع الطلاب، لو مش الأغلب، عاشوا عدة أشياء نفسانية، يعني من التحضيري تقريبا من الحضانة للجامعة. عشتوا كتير أشياء، في من عاش تنمر، في من عاش تمييز، تحييز، في من عاش الاكتئاب، في من عاش كتير أشياء. هالشهادة أنا باحس شخصيًا لمّا تحطها بالبيت هيك، لمّا كل ما ما تنظر عليها، هو عبارة الدليل الوحيد اللي يثبت كم أنت مرّيت بصعوبات في حياتك وبتحديات. وهالشهادة عبارة على إنك دليل على إنك كفّيت، على إنك واصلت رغم كل الصعوبات. أنا باظن شخصيًا إنه أي إنسان بيمُر بفترة صعبة ويشوف هالشهادة ويتذكّر هو قديش من سنة درس وتعب وأنا عارفة، والله عارفة شعوركم إنه أنتم الآن في من يدرس كيمياء، في فيزياء، رياضيات، ما حتستحقهم بحياتك، أنا عارفة هذا الشيء. ولكن صدقوني بطول الوقت حتفهم إنه لأ، هالأشياء تخدم على شيء في العقل، بتقوي العقل بطريقة غير مباشرة. بعدين راح تفهم بسير الأيام، ما حتلاحظ الموضوع. فلهيك أنا باشوف صراحةً إنه الشهادة مهمة جدًا لتثبت نفسك قبل كل شيء، ولحتى زي التذكير: هي أنت كشخص أنت مرّيت بصعوبات أكبر بكتير، فيالّا قوم انهض واصل. أنا هيك باشوف صراحةً. ولموضوع إنه في كتير ناس نجحوا بدون شهادة، بصراحة أنا جدًا باهنّيهم وباحترم هاد الناس كتير. ليش؟ لإنه هو ما أخذوا بالأسباب. والله أنت ليش ما نجحت؟ يا عمي أنا بطلت دراسة من لمّا كنت صغير. لأ، هم يعني لقوا طريقة أخرى غير الدراسة. ولكن حابة أقول لكم إنه هم يمكن أجبرتهم الظروف إنهم يقصوا على الدراسة، ولكن أنا باظن إنه شخص ما أجبرته الظروف الصراحة ما يحب يكون عنده شهادة، لأنه حبينا أم كرهنا في مجتمعنا الآن تقريبًا صار الإنسان يُقاس بشهادته تقريبًا يعني. مش عارفة هل هذا الشيء حلو والّا سيء صراحةً، ولكن سلاح ذو حدين يعني. عنده شيء إيجابي وشيء خائب. لهيك صراحةً أنا جدًا، جدًا، جدًا بانصحك إن أنت الآن يعني عم تدرس، خلّي الشهادة هدف إلك صراحة، خلّي شهادة التخرُّج هدف إلك أنت شخصيًا، حتى تحس بالفخر مع نفسك، مو للعيلة ومو للشغل ومو لأي شيء تاني. أوكي، ثاني موضوع صراحةً أنا راح أحكي فيه اليوم هو موضوع الأصدقاء. آآ بعيد تاني مرّة، أنا مش عالم نفس ولا حكيم ولا أنا إنسانة عادية، طالبة مثلك عم تتفرّج فيّا الآن، فقط مرّيت بعدة أشياء وراح أنصحك فيهم فقط. يعني أصدقاء عم ندردش. موضوع الأصدقاء، الأصدقاء أنا صراحة من تحضيري، أو من الحضانة، للجامعة تقريبًا خرجت ب3 أصدقاء أو 2 أصدقاء فقط.
هذا إن كان يدل على شيء يدل على إنه ما في أصدقاء أوقات المدرسة، يعني مش لازم إنك تضيّع دراستك مشان والله صديقي أنا راح أخرج مع صديقي اليوم، لأ هذا صديق عمري مستحيل. يا حبيبي أو حبيبتي، هالأصدقاء ما راح يدوموا أبدًا، لأنه في الجامعة تقريبًا أنا عم أحكي تقريبًا على 80% من العالم، الأصدقاء اللي بيدوموا هم اللي بتعرفهم في آخر سنوات الجامعة تقريبًا، هم اللي راح يتخرّجوا معاك، لأنه أصدقاء المدرسة الحياة بتكبر وأنت بتكبر والحياة بتتغيّر والظروف بتتغيّر، وفي مين ينتقل على مدينة أخرى، وفي مين ما ينتقل، في مين يكبر ينضج لحاله ويقرر إنه أنت وياه ما بتتفاهموا وبيجبد حاله، تلقى حالك أنت بعدين يعني خسرت دراستي وخسرت صديقي، فلا تحصل بهالفخ اللي حصلوا فيه المليارات من الناس قبلك. أنا جاية عم أحذرك هلأ مثل ما أنا قبل نبهوني. جد لا تحصل بهالموضوع، خلّي دراستك ونفسك أولوية كل شيء، لأنه والله العظيم ما ح ما حاحلف يعني ولكن ما حيدوموا، ما راح يدوموا صدّقني، وراح ترجع تشوف الفيديو تبعي، ما راح يدوموا، أصدقاء المدرسة تقريبًا ما بيدوموا أبدًا. وإن داموا وإن اخترت أنت صديق دام معك فحاول اختار صديق يمشي مع خططك في الحياة شوي. راح أقول لك مثال أنت كنت مثال أنت هلا عم تشتغل على الماستر بدك تدخل الماستر بمجموع قوي أو بمعدل قوي، تيجي أنت تكون صديق لشخص بيحب يبطل الدراسة، مستحيل يقدر إنه يدعمك ولا مستحيل إنك تحس هالشخص بضيف بحياتك، هو عم يرجعك ورا، أنت هدفك هيك وهو هدفه هيك، يعني طرقكم أبدا ما بتتقاطع. هذا إن كان يدل على شيء فيدل على إنه هالشخص مش مناسب لحياتك. أنا هيك بشوف شخصيا، هذه تجربتي الخاصة اللي خرجت بيها بعد 15 سنة دراسة، إنه الأصدقاء ما بدهم كتير، أنا هيك بشوف. أوكي، ثالث شيء راح أحكي فيه اليوم أو ثالث نقطة راح أحكي فيها اليوم وهو موضوع كيف تستثمر وقتك وأنت صغير. خليني أقول لك هالموضوع إنه لما يكون عمرك 19 أو 18 أو 17 ما بيكون مش نفس لما يكون عمرك 20 و21 و22. إحنا يعني غالبًا ما بنسمع هالجمل بتتقال من جدي أو جدتي يعني ناس كبار بالعمر، ولكن لأ صدّقني حتى في العشرينات وحتى في الشباب كل سنة بتفرق، مش لمّا تكون أنت يكون عندك ذاكرة قوية وتكون لسه بعز شبابك وخلّيني أقول لك إن الدراسة في كامل حياتك، وقت الدراسة اللي بتدرسه أنت في العشرينات، هذا أكثر وقت أنت كنت متفرّغ فيه، راح تكبر وتفهم كلامي، يعني أنت لمّا تصير 23 أو 24 صدّقني ما راح تلقى الوقت تعمل كتير أشياء، لإنه هذاك الوقت تقريبًا حيكون كيف بدك تكوّن مستقبلك، كيف بدك تفتح مشروع، كيف بدك تعمل 60,000 شي، فما راح يكون عندك وقت لكتير أشياء أنت كنت حابب تتعلمهم بالحياة. مثال ممارسة رياضة، تعلم لغة جديدة، حفظ القرآن، مستحيل تلقى وقت ل ل لهيك أشياء يعني بعدين في العشرينات. متل ما قُلنا إنه لمّا يكون عمرك 19 أو 18 تكون لسه عم تدرس الآن، حيكون عندك كتير وقت فاضي، أول وقت فاضي راح يكون عندك هي عطلة الصيف، 3 أشهر. في الشغل تقريبًا ما حيكون عندك هذه العطلة، فما راح تتمتع ب3 أشهر، تخيل أنت في كل السنة يكون عندك 3 أشهر ماك مربوط بولا شي، يعني فيك تطوّر حالك ب60,000 إشي في هاد ال3 أشهر. أنا بانصح أي شخص لسه عم يدرس عن جد شوف شو بدك تعمل وشو بدك تتعلم وابدأ فيه الآن، هذا الوقت المناسب لمّا أنت تدرس، لأنه كتير عندك وقت فاضي. وما تقول هذيك الجملة الشهيرة إنه والله لحتى أخلّص دراسة، ما حتخلط والله العظيم، لمّا تخلّص دراسة أنت الآن إذا عندك أخ أكبر أو أخت أكبر أو أب أو أم أو ابن خال راح تشوف كم هو مضغوط بالشغل وفي حياته العملية وكيف بده يطوّر من حاله وكيف بده يحل مشروع، فما حتلقى الوقت، إذا عندك أي شيء اعمله الآن، هذا الوقت المناسب. ورابع موضوع راح أحكي فيه صراحةً واللي هو آخر موضوع تقريبًا، وهالموضوع بصراحة جدًا قريب لقلبي، مش لشي لإني شُفته تقريبًا بكل المستويات الدراسية، من المدرسة للإعدادي للhigh school يعني للجامعة، تقريبًا في كل ما أدخل مرحلة كنت أشوف ناس تتعامل بهالموضوع. لو أنت تلميذ أو طالب لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت لا تتنمر على غيرك، لإنه عم نشوف ظاهرة التنمر جدًا صارت كبيرة الآن، الحمد لله إني أنا ما تعرضت لها، شخصيًا أنا ما تعرضت لها ولكن عم نشوف تكاثر صاير، إحنا جيل الآن مثل ما بيقولوا هم أخيب جيل، لأ أنا باقول أحسن جيل، لأن أكثر جيل واعي، وأنا عارف إنه أغلبيتنا عندنا قلب سليم وطيب، فلو سمحت لو أنت عم تتفرج في الفيديو اليوم، لو عندك شخص بتعرفه عم يتنمر على غيره فحاول انصحه، هذا أجر إلك أنت قبله هو، لأنه حرام، جد حرام مش لشي لإني لو لاحظت موضوع بظن إننا كنا بنلاحظه. لمّا تحكي مع شخص مثلًا عمره 25 سنة أو لمّا تحكي مع شخص عمره حتى 35 و40
ما بيتذكّر شو تنمّروا عليه لمّا كان كبير على قد ما بيتذكّر مين الشخص اللي اتنمّر عليه بالمدرسة، بيضل عالق في ذهنه، لإنه الطفل ذاكرته بتكفّيه لتقريبًا يصير عمره 60 سنة ما بينسى. فبصراحة أنا ما باتصوّر إنّك أنت بدك تكون في ذاكرة شخص لمّا يكون عمره 40 سنة يتذكّرك بإنّك كنت شخص متنمّر، حتى لو أنت الشيء اللي بيغيظ بيقهر إنّك أنت بتكون وقتها في فترة مراهقة أو بتكون مانك حاسب حسابها، بعدين لمّا تكبر تصير شخص أحسن، ولكن هذاك الوقت اللي أنت اتنمّرت فيه على الشخص بيضل بيتابعك، يتابعك، يتابعك، حتى لو أنت اتغيّرت اللحظة اللي اتنمّرت فيها على غيرك بتضل عم تتابعك ليصير عمرك 50 سنة. فلا تخلّي شي مثل هيك يتابعك، وحتى رب العالمين ما بيوفقك صراحةً، لإنّك حتضل دائمًا حامل معك هاداك الظلم اللي ظلمته أنت للشخص، فلا تكون مثل الناس اللي تنمّر، خلّيك واعي، لإن إحنا مثل ما باقول أنا باقول شخصيًا إنه جيلنا أكتر جيل واعي، أكتر جيل عم بيحاول يحسّن من حاله، أنا جدًا باحب Gen Z يعني من الألفينات، بصراحة نحس إن إحنا جيل يعني ظالميننا شوي مثل ما بيقولوا، باحس إنه إحنا واعيين صراحة جيل واعي من الصغر يعني، حال عينيه على كتير أشياء. فقط رسالة الختام تبعي ربي ينجّحكم الجميع، إن شاء الله يا رب يوفقكم كلكم بدراستكم، باتمنى إنكم تكونوا استنفعتوا شوي من نصائحي، ما حبيت أطوّل عليكم كتير، ما حبيت أملي عليكم كتير، قُلت لكم أهم الأشياء اللي أنا لاحظتهم شخصيًا، وبس باحبكم كتير، يالّا باي.